أغرب 7 معجزات في خلق الهدهد هتخليك تفهم ليه طائر صغير يبقى بطل قصة كاملة في القرآن، وليه سيدنا رسول الله نهانا عن قتله. رقم 7. الهدهد مش مجرد طائر بيطير، ده مهندس مساحة محترف. ربنا وهبه قدرة عجيبة إنه يقدر يحس بالمية تحت الأرض، وده لأنه بيقدر يحدد أماكن المية الجوفية بدقة مذهلة، وينقر الأرض بمنقاره علشان يعرف الناس مكان الحفر. تحس إنه رادار طبيعي شغال من غير بطاريات. سبحان الله. رقم 6. الهدهد عنده وسيلة دفاع عبقرية. في غدة عند ديله بتفرز مادة ريحتها وحشة جدا وعاملة زي الزيت كده. الهدهد بيدهن بيها ريشه وريش عياله، وده بيخلي أي حيوان مفترس يقرف يقرب منه. وكمان المادة دي بتموت البكتيريا والطفيليات اللي في الريش، يعني منظف ومطهر وسلاح كيماوي في نفس الوقت. سبحان الله. رقم 5. لو بصيت على منقار الهدهد هتلاقيه طويل ورفيع ومنحني شوية. المنقار دوت مش بس للأكل، ده أداة هندسية. بيقدر يفتح منقاره وهو جوه الأرض علشان يمسك الديدان والحشرات بالملقاط من غير ما يشوفها بعينه أصلا، يعني كأنه ماسك جهاز كشف الديدان تحت الأرض. سبحان الله. رقم 4. الريش اللي فوق راس الهدهد ده مش للزينة بس، ده جهاز إرسال واستقبال. الهدهد بيقدر يفتحه ويقفله حسب حالته النفسية. لو خايف يفتحه، لو فرحان يفتحه، عايز يجذب أنثى يفتحه برضه. كأنه شاشة LED بتعرض مشاعره وتحذيراته للي حواليه بوضوح. طائر صغير بس لابس تاج طبيعي يخليه فعلا شكله ملك الطيور الصحراوية. سبحان الله. رقم 3. الهدهد رغم حجمه الصغير بيهاجر آلاف الكيلومترات بين أوروبا وأفريقيا، ولو شفت هدهد بيطير هتحس إنه سكران أو بيطير عشوائي، بس الحقيقة دي خطة عسكرية. الطيران المتعرج ده بيخلي الصقور والطيور الجارحة تعجز إنها تحدد مساره أو تنقض عليه. سبحان الله. رقم 2. جناحات الهدهد متصممة بنظام أبيض في أسود، لما بيقعد في الأرض ويفرد جناحه بيختفي تماما وسط البيئة الصخرية أو الرملية، وده تمويه عسكري عالي المستوى بيخليه يختفي من عيون الأعداء في ثواني، كأنه لابس بدلة اختفاء طبيعية. سبحان الله. وأخيرا رقم 1. أعظم معجزة في الهدهد هي عقله. الهدهد في قصة سيدنا سليمان ما كانش مجرد طائر بيوصل رسائل، ده كان محلل سياسي وعقائدي في نفس الوقت. عرف يميز إن السجود لغير الله غلط لما قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. تخيل طائر عنده وعي بالتوحيد وعنده قدرة على نقل أخبار مملكة كاملة زي مملكة سبأ بدقة ومصداقية. ربنا خلاه داعية قبل ما يكون طائر، علشان كده ربنا ما ذكرش نسر ولا صقر، ذكر الهدهد علشان يعلمنا ان مش لازم تكون ضخم علشان يبقى ليك دور عظيم، وعلشان كده سيدنا رسول الله نهانا عن قتله. سبحان الله. قول لي بقى ايه اكتر معلومة انبهرت بيها النهارده في الهدهد، وقول لي سورة النمل اللي ذكرت القصة ديت رقم كام في المصحف، وفي النهاية صلوا على الحبيب.